السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة انا هعمل تفريز البانيه، يعني عملناه قبل كده كتير على القناة. بس حبيت برضو اتكلم معاكم شوية كده عن القناة وعن الاحوال في البلد. معايا كوبايتين، انا رحت اجيب خلطة البانيه لقيتها كيلو ب40 جنيه. جبت ربع كيلو، كوبايتين من خلطة البانيه، حطيت عليهم كوبايتين من الدقيق، وكان عندي كورن فليكس طحنته وحطيته بصراحة لأنه هو بيحلي البانيه جدا، يعني بيخليه ممتاز. ومعلقتين من النشا ومعلقة كده من ملح البهار وشطة. هو أصلا سبايس الدقيق البانيه اللي أنا شارياه حراق يعني، ومكعب من مرق الدجاج. هعملهم على بعض كده، بس هركنهم دلوقتي. أنا عندي البانيه بصراحة أنا اشتريت فرختين وخدت الصدور بتاعتهم وخالتها كده وعملتها بانيه. معايا بقى للتتبيلة بتاعت البانيه، طبعا احنا عارفينها. معايا البصل وفلفل وتوم وليمون ومكعبين من مرق الدجاج كده. ولو حابة انت بقى تحط بيض حطي. طبعا اللي متابعيننا عارفين ان ما بحطش بيض، لان البيض بيعمل لي حساسية، ما بستعملوش بصراحة. بحط بديله المايونيز. وطبعا بحط معلقه من التوابل. انا كنت لسه جايبه كيس التوابل بتاعه البانيه دوت، وانا بجيب خلطه البانيه. بحط معلقه او اتنين، لو ما عندكيش فلفل وكمون والسبع بهارات كده يعني بتبقى شغاله. وطبعا معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ومعلقتين كده من الخل. انا جيت احط بصراحه، حطيت كتير بصراحه، بس يعني ما يزعلنيش الخل هو نزل كتير مني بصراحه. وهنزل بقى بالمايونيز. يعني انا كنت بضغط على العلبه لان كانت بتشطب خالص، ما عادش فيها. حطيت كل اللي فيها، خلطتهم حلو كده مع بعض. وهنزل بقى صفيت البانيه بتاعي حلو، وهنزل بقى كده بالخلطه بتاعتي. هنزل كل اللي في الخلاط كده على البانيه. طبعا لما بتعملي الخلطه ديت افضل بكتير من انك تحطي توم بودره وبصل بودره. يعني ما بتطعمش البانيه معاكي زي الحاجه الطبيعيه. يعني الحاجه البصل والثوم والحاجات دي اقوى بكتير. وطبعا هحط معلقه من ملح البهار. وهقلب بقى مش بالمعلقه، بايديا كده، بنزل بايديا كده. ادوبه يعني الخبطه حلو ببعضه كده، علشان كل قطعه من الفراخ او البانيه تتدبل حلو بالخلطه اللي احنا عملناها. هاسيبهم بقى ساعة اتنين. الخلطة كده ما تزعلنيش في أي حاجة. لو فضل عندك يوم كامل 24 ساعة في التلاجة وفي الجو البرد ده، لو بره التلاجة وعملتها الصبح لآخر النهار، ما يزعلكيش. بالعكس ده بيزيد حلاوة، وقطعة اللحمة كده بتشرب من التتبيلة وبيبقى طعمها يجنن زي ما بيقول. خلاص عدى بصراحة، كان عدى عندي ساعة، لأن طبعا أنا هفرزه. أنا سبته بس لمدة ساعة مش أكتر. وممكن أحطه ولا أدم في الفريزر، مش لازم إن أنت تتركيه ساعة واتنين يعني. نص ساعة بالكتير يعني، كتير أوي كافية كمان، لأن هو كده كده يخش الفريزر. هلخبط بقى التركيبة اللي أنا كنت عملتها زي ما قلنا. طبعا أنا لما جبت خلطة البانيه أنا حطيت عليها الدقيق والحاجات دي من نفسي، يعني كزيادة. يعني ممكن تحطي 3 4 كوبايات دقيق. ما عندكيش الكورن فليكس ممكن تستغنى عنه تماما، يعني مش شرط اساس. يعني في ناس بتعمل البانيه بالدقيق فقط لا غير. بتجيب الدقيق وتعوز قطعة البانيه كده دقيق وخلاص. هلخبطه حلو مع بعض وكده، لخبطته حلو. وهنقص بقى ايه شويه كده بقى، لان دي الكميه طبعا كتير. انا قلت بقى هستفاد ان انا اعمل من الربع كيلو اللي انا جبته، اعمل منه على مرتين. حطيت بقى شويه في الكيس كده. هجيب كيس او شنطة او علبة او برطمان، وتحط فيه زي ما انت بتحبي تحطيه يعني. انا بحط في الكيس كده وادخله في باب التلاجة، ما بيجرالوش اي حاجة. وهجيب بقى البانيه بتاعي واقعد بقى ايه. طبعا البانيه كنا الاول نضغط على قطعه البانيه كده، فلما تضغطي على قطعه البانيه كانت بتشيل معايا دقيق كتير. دلوقتي بصراحه انا يا دوبك بس تقليب بس كده اهو، ورش عليها، ما بضغطش، لان ايه، زي ما قلنا الحاجه. وبعدين الكورن فليكس كده كده بيحليه. لكن لو دقيق بس هتضطري ان انت تضغطي. لكن انا ما بضغطش بصراحه. يا دوبك بس كده اهوت القطعه معايا تندهن من كل ناحية كده تعفر بالدقيق، وتشيل طبقة بس كده وخلاص. هعمل الكمية بتاعتي كلها كده بنفس اللي انت شفتوه كده.
عملت طبعًا الكمية بتاعتي كلّها أهيّة، حطيت على الصينية رصيته، ما ينفعش تحط فوق بعضه طبعًا، لازمًا يكون قطعة جنب قطعة كده عشان ما يشربش ويدبل ويعرّق مَيّة، باحطه جنب بعضه كده، يستحسن إن أنتِ تسيبيه لمدة يعني تسيبيه شوية قبل ما تدخّليه الفريزر. أنا بصراحة عملت وحطيت على طول علشان كنا صايمين وهَش وسمك، واضطريت إن أنا أعبّي على طول بصراحة، لكن لو أنتِ يعني سيبيه شوية. بس هو كده شغّال وكده شغّال، أنا بصراحة ما سِبتش، بس عادي يعني أنا جرّبت قبل كده إن أنا ما اسيبهوش وأعبّي على طول في أطباق الفِلّة أو في الأكياس زي ما أنتِ بتحبّي أو زي ما بتفرّزي، كان برضه حلو معايا شغّال يعني. عبّيت كده في الطبق بصراحة البانيه بتاعي ده، أنا كنت جايبة زي ما قُلنا فرختين، قطّعتهم كده هاعمل في كل طبق ل2، يعني أنا الصدور الأولاد عندي بيحبّوا البانيه، بيعشقوا البانيه جامد، فقُلت بدل ما لإن ال4 صدور يعني الفرختين ب4 منابات، لأ أنا ممكن أطلّع من ال4 منابات دُولة كام طبخة، فكام طبخة كل طبق من دُولة عندي بنتين هياكلوا الطبق في مرّة، يعني كل طبق فيه قطعتين، يعني تقريبًا 6 أطباق على 6 مرات على 2 هياكلوا، يعني 12 وجبة، يبقى ال4 منابات من الفراخ عملت منهم 12 مناقب، يعني إحنا برضه ممكن ندبّر أمورنا بنفسنا ونشوف إحنا ممكن نعمل إيه، ونشوف إزاي إحنا هنقدر نمشّي البيت بالفلوس اللي مثلًا بالمصروف اللي داخل للبيت كل شهر، لإن كل حاجة رفعت وكل حاجة غِلت، ما عدا دخل البيت هو اللي ثابت زي ما هو ما بيزيدش. طبعًا طلّعت الهوا كده وربطت كويس كده، وأدخّلهم بقى الفريزر. حبّيت أقول متابعيني اللي بيخشوا عندي القناة، اللي بيكتب لي تعليق، يعني إحنا يا جماعة أنا ما باروحش لحد إلا أمّا باحط البصمة بتاعتي، اللايك أو التعليق بتاعي، ليه أنتم لمّا بتيجوا تكتبوا لي التعليق ما بتحطوش اللايك؟ أنتم كده بتضروني مش بتفيدوني، يعني المفروض إن إحنا بنشجّع بعض وبنحمي بعض وبننجّح بعض زي ما بيقولوا، يعني إيه، مع بعض هننجح مع بعض كُلّنا، وبإيدينا إحنا اللي هننجّح نَفْسنا، إحنا مش هنستنى حد ينجّحنا يعني، يبقى على الأقل لمّا تيجي تشوف الفيديو بتاعي، على الأقل هتشوف منّه على الأقل دقيقة أو 2 وتحُط اللايك، طَب أنت ما بتشوفش الدقيقة والّا 2، طَب حُط اللايك، يعني مش تكتب التعليق وتطلع، أنت كده بتضرّني، يبقى لو هتيجي تكتب تعليق وتطلع وما تحُطّش لايك، يبقى يُستحسن ما تجيش خالص القناة. يعني أنا يعني باكلّم اللي بييجي يحُط تعليق ويطلع وما بيحطّش لايك، يعني كده عشان ما تضرّنيش، يبقى لا أنا أضُرّك ولا أنت تضُرّني، على الأقل أنت لمّا مش هتجيني أنا كمان مش هاجي لك، ومش هاحُط لك لايك وأنت مش هتيجي ولا تحُط ولا تكتب بقى، يبقى كده إحنا وفّرنا على نَفْسنا إن إحنا نروح لبعض إيه، يعني